المصريين والعرب أول ما يوصلوا أمريكا بيلاقوا حاجات تخليهم يقولوا إيه ده؟ هو أنا في فيلم ولا إيه؟ خلينا نقول لك على أول 6 صدمات حضارية ممكن تحصل معك. 1. المواعيد بالدقيقة. في مصر أو الوطن العربي لو اتأخرت 10 دقايق تقول ما هو كله ماشي كده. في أمريكا لو اتأخرت 5 دقايق ممكن تعتبر نفسك ما جيتش. مرة واحد صاحبنا كان عنده انترفيو الساعة 9 ودخل 9 و7 دقايق، قالوا له آسفين الميعاد فات، والراجل ما استوعبش. رقم 2. خدمة العملاء العجيبة. الإيجابي، لو اشتريت قميصاً ورجعت ندمان في الغالب هتقدر ترجع المنتج بسهولة. الصدمة، ساعات تقعد ساعة ونص على التليفون مع خدمة العملاء وتخلص حافظ الأغنية اللي بيشغلوها في الانتظار أكتر من أسماء أولادك. رقم 3. الأسعار قبل الضريبة. تروح السوبر ماركت تشوف علبة ب9.99 تفرح، توصل الكاشير تلاقيها بقت ب10 دولارات و95 سنت، تحس إن في حد سرق دولار من جيبك وانت واقف. رقم 4. البقشيش إجباري تقريباً. في غالبية المطاعم الحساب مثلاً يكون 20 دولار، تلاقي الجرسون حاطط لك اقتراح: هل تحب تضيف 18% ولا 20% ولا 25؟ وانت قاعد بتسأل نفسك هو أنا أكلت ولا استثمرت في المطعم؟ رقم 5. الكريدت سكور، العفريت الخفي. مرة واحد جديد قال أنا بدفع كاش في كل حاجة، يعني راجل عملي. بعد شهرين حاول يأجر شقة، قالوا له فين الكريدت سكور؟ الراجل حس إنهم بيسألوه عن رقم جلوسه في الثانوية العامة. رقم 6. العربية مش رفاهية. في مدن كتير من غير عربية كأنك محبوس في بيتك. مرة واحد اعتمد على الباص، وصل شغله بعد 2.5 ساعات وكان الشفت خلص. الخلاصة، أول ما توصل أمريكا استعد لصدمات صغيرة هتخليك تضحك أوقات وتلخبطك أوقات تانية، وافتكر دي نصائح عامة مش بديل عن استشارة مختصين. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وتابعنا عشان تكمل معنا باقي الصدمات في الحلقة الجاية، وقولولنا في الكومنتات انت بتشوفنا منين، ولو في أمريكا أكتر موقف مضحك حصل لك بسبب صدمة حضارية إيه؟